مرحبا والسلام عليكم اخواني واخواتي الكرام. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه يوس اش اكس. اليوم غادي نهضروا على واحد الكتاب فلسفي للفيلسوف افلاطون وهو الجمهوريه. الكتاب اللي تعرف كواحد من الركائز للفلسفه السياسيه في افكار اللي مازال عندها تاثير يومنا هذا. خليكم مع الفيديو حتى الاخر وخلي معك لايك وتابونا في القناه واكتيفي لا كلوش باش يوصلك كل جديد. خليك مع الانترو. الجمهورية تكتب في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وهو حوار فلسفي بين سقراط والناس آخرين كيناقشوا فيه العدالة والسلطة وكيفاش خص المجتمع يكون مثالي. أفلاطون كيامن إلا بغى يكون المجتمع مثالي خصو يكون ثلاث طبقات: الفلاسفة، الجنود والعمال. الفلاسفة خصهم يكونوا هما الحكام عندهم المعرفة والحكمة. الجنود هما اللي كيدافعوا على الدولة وكيحافظوا على الأمن. أما العمال فهما اللي كيخدموا في الفلاحة والصناعة والتجارة. بالنسبة ليه الحكم خصو يكون على يد الفلاسفة، حيت الناس العاديين كيتبعوا العواطف وما كيشوفوش الصالح العام. واحد من أشهر الأفكار كاين في الكتاب ديال الجمهورية وهي أسطورة الكهف. أسطورة الكهف اللي كتقول لنا أن يكونوا واحد الناس محبوسين في واحد الكهف وما كيشوفوا حتى حاجه من غير خيال ديال الاشياء على الحيط. ملي كيخرج واحد منهم من العالم الحقيقي كيرجع باش يقول لهم الحقيقه، ولكن هما ما كيتيقوش، كيبقاو يضحكوا عليه. وهناك خلاصه كنستنتجوا ان الناس مازال كيعيشين في الاوهام وما كيعرفوش الحقيقه حتى كيبداو يشكوا ويبحثوا، والافكار ديالها مازال كيتناقشوا اليوم في السياسه والفلسفه والتربيه. ولكن كاين اللي كينتقد افلاطون حيت كيشوفوا ان الدوله المثاليه اللي كيحلم بها افلاطون قريبه للديكتاتوريه. كيبقاو الاسئله المطروحه في هذا الفيديو: واش ممكن نطبقوا الافكار ديال افلاطون اليوم، ولا العالم تطور وتبدل بزاف؟ خلي الراي ديالك في التعليق وما تنساش تبارطاجي مع صحابك اللي مهتمين بالفكر والفلسفه. الا عجبك الفيديو ما تنساش لايك، وإلا ما كنتيش ابوني عندنا تابونا عندنا باش نكبروا العائله. وموعدنا بالفيديو الجاي ان شاء الله. بيس.